السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الحلقة اللي فاتت. جايلكم النهاردة بحلقة جديدة ومميزة جدا. رمضان كريم عليكم كلكم. النهاردة هنكمل رحلتنا في بلاد الزينة والخيام الرمضانية، وتاني محطة معانا النهاردة وهي دولة الإمارات. في رمضان بتلاقي الزينة والفوانيس في كل مكان، والمساجد بتبقى مضاءة بإضاءات جميلة تخلي القلب ينشرح، وكمان في خيام رمضانية ضخمة جدا اللي الناس بتقعد فيها بعد الفطار لغاية السحور، وجوها الرمضاني تحس انك في حتة تانية خالص. الإمارات مش ممكن تعدي رمضان من غير موائد الرحمة، اللي هي موائد إفطار جماعية بتنتشر في كل حتة لخدمة الفقراء والمسافرين، وبتلاقي ناس كتير متطوعين لتجهيز وتوزيع الطعام، حاجة تفرح القلب. طب والأكل أكيد ليه نصيب. في الإفطار هتلاقي الأكل الشعبي زي الهريس، وبعدها بقى الحلويات اللذيذة زي اللقيمات اللي بتبقى مقرمشة ومتسقية بالعسل. الجو في الإمارات رمضاني بكل المقاييس، وبكرة هنطير على بلد جديدة في رحلة رمضانية حول العالم. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حلقة جديدة. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول إيه.